وانا بقول لك اي حد عايز يفرح ويغني اغنيتين وينزل بوستين، افرح يا ابني. كلها بعد العودة من التوقف الدولي، واول ناس هندوس عليكم انتوا في ماتش يوم 29/9. وافتكر كلامي، وهناخد منكم السوبر، وانت هترجع مركزك الطبيعي انت واي حد. وفي الاخر الاهلي في الصدارة وانت تحت بتكنس العمارة العادة والمتعارف عليه. انا بقول لاي حد الاهلي كان دايس على وشه ومنكد عليه عيشته، افرح اليومين دول. رزقك اللي انت تفرح بسبب مدرب احنا الحمد لله اللي خلصنا منه، والحمد لله الاداره مشيته فورا، عشان احنا ما كناش هنصبر اكتر من كده. ده احنا ما صبرناش على كولر اللي واخد 11 بطوله مع الاهلي في حوالي سنتين او سنتين وثلاث شهور، واخد 11 بطوله، وقلنا له لا سكه السلامه انت. لما لقيناه بيضيع شخصيه الاهلي مع فريق احنا طول عمرنا دايسين على وشه اسمه الزمالك، ولقيناه خايف يهاجم صن داونز في ملعبنا وخرجنا من افريقيا. قلنا له لا يا كولر، احنا مش بعدد البطولات يا حبيبي، احنا بالاداء. لو واخد بطوله امبارح وعندك ماتش وما عجبتناش وخرفت فيه وخسرتنا بطوله، هنقول لك بالسلامه. ما بالك ريبيرو اللي هو ما لعبش الا 7 ماتشات رسميه مع الاهلي، ما كسبش الا فرقه الضعيف، ولما كسبه حس ان هو عمل حاجه، وخسرنا في كاس العالم للانديه. وانا بقول لك لو عماد